in Ralston. My parents are down on Larry Ralston of Englewood, Colorado. Whoever finds this, please make an attempt to get it to them. Be sure of it. I would appreciate it. في سنة 2003 راجل اسمه أرون رالستون كان في رحلة لممارسة رياضة التسلق واستكشاف الجبال والمسارات الصعبة، وباعتباره راجل عنده خبرة في الموضوع ده كان فاكر إن المسار أو الكهف ده زيه زي أي مسار أو كهف تاني، عارف مخارجه ومداخله. ولكن كل ده اتغير لما داس على صخرة متحركة ووقع في قاع المسار ده، وبقى محبوس في وسط الصحراء على بعد أكتر من 50 ميل بينه وبين أقرب مدينة ليه. رحلة رالستون بتبدأ لما بيوصل إلى حديقة كانيو الوطنية، ويوم 25 إبريل قبل يوم واحد فقط من الحادثة رالستون راح عشان يعرف مداخل ومخارج المكان ده. عمق المسارات دي بيوصل لحد 30 متر وعرضها أقل من متر. قبل ما يسافر لرحلته ما كانش قايل لحد من عيلته هو رايح فين أو هيقعد قد إيه، لأنه كان فاكر إنها رحلة زي أي رحلة طلعها قبل كده وهيرجع بسرعة. في الليلة اللي قبل بدايته في إنه يدخل المسار ويبدأ رحلته، رالستون وقف عربيته في المكان ده ونام فيها طول الليل عشان يقدر يقوم تاني يوم ويبدأ رحلته. تاني يوم الصبح الساعة 9:15 ركب العجلة وراح على مكان اسمه بلوجن كانيون، واحد من الأماكن اللي كان بيخطط لاستكشافها، وما خدش معاه إلا كمية صغيرة من الأكل والمية اللي تكفيه لمدة كام ساعة، لأنه كان بيصحى تاني يوم ويبدأ فورا في المشي لمسافات طويلة. ما كانش متوقع إن الرحلة دي تكون طويلة جدا، ولكنه كان مخطط إنه هيرجع للعربية بتاعته بالليل. لما وصل لفتحة المسار ساب عجلته وبدأ في المشي على رجليه. حوالي الساعة 3:15 يعني بعد 5 ساعات بس اتغيرت رحلة رالستون بالكامل. وهو ماشي في المسار داس على صخرة متحركة ووقع في قاع المسار، واللي ما كانش عميق قوي، ولكن المشكلة انه وهو بيقع وقعت على ايده صخرة وزنها 360 كيلو، وفي حالة من الرعب حاول انه يسحب ايده من تحت الصخرة ولكن بدون فايدة. وبعد ما هدى شوية بدأ يفكر في الخيارات اللي عنده. ما كانش عنده اي وسيلة انه يستنجد بحد يجي يساعده، كان على بعد 30 متر من مستوى السطح و20 ميل لأقرب طريق ليه، وما كانش قايل لأي حد عن المكان اللي هو رايحه، والموضوع هياخد ايام على الاقل عشان الناس تلاحظ انه مش موجود ويبداوا يدوروا عليه. عشان كده تركيزه كله كان انه يفضل عايش لحد ما يقدر اي شخص يلاقيه ويساعده. والمشكله التانية وهي الاكل، ما كانش معاه اكل يكفيه المده دي كلها. والمشكله الاكبر وهي ازاي هيخرج دراعه من تحت الصخره. ما كانش عنده الا طرق قليله جدا عشان يقدر يطلع دراعه من تحت الصخره، اما انه يكسر الصخره باستخدام السكينه اللي كانت معاه، او انه يحرك الصخره اللي وزنها 360 كيلو لوحده، او الطريقه الاخيره والاصعب انه يقطع دراعه. رالستون قضى الليل كله بيحاول انه يكسر الصخرة اللي كانت زنقة على دراعه، وبعد حوالي 15 ساعة من محاولة كسرها عرف انه مش هيقدر يطلع دراعه بالطريقة دي، فاتجه للطريقة التانية وهي انه يحرك الصخرة من على دراعه. فعمل بكرة حبل وبدأ يشد عشان يرفع الصخرة من على دراعه، ولكن ما قدرش لان الصخرة وزنها كان 360 كيلو وهو بيسحب بدراع واحد، فالموضوع كان شبه مستحيل. وفضل زي ما هو، وبدأت صحته تتدهور ودرجة حرارة جسمه بقت خطيرة، وكان الأكل والشرب اللي كانوا معاه بدأوا يخلصوا. I have very, very little water. My body's having difficulty controlling its temperature. I'm in deep stuff. هنا بدأ رالستون يفقد الأمل. It's pretty much suicide. It's 4 hours from here to my vehicle. وبدأ إنه يصور فيديوهات على كاميرته، وفجأة فكر رالستون في فكرة إنه يقطع دراعه، وعرف إن ده الخيار الأخير عشان يقدر يخرج من المكان اللي هو فيه. Climbing would probably be impossible with one hand. The blood loss and my dehydration, I think, are ruling that out. I think I would die if I cut my arm. تاني يوم وبعد تفكير طويل حط رالستون الأدوات اللي يحتاجها عشان يقطع دراعه، ومسك السكينة وحاول يقطع الجلد، وزي ما قال في الفيديو إنه ما قدرش يقطع دراعه بالسكينة، هو كل اللي عمله إنه جرح دراعه. Jesus. I tried cutting my arm off. I couldn't even barely break the skin with this stupid knife. I tried a couple different blades, and all I did was just mark myself up. I could barely even get any blood to draw. بعد ليلة تانية من الخوف والجوع والتعب قرر رالستون انه هيحاول يقطع دراعه تاني، ولكن المرة دي بطريقة مختلفة. بدل ما كان بيحاول انه يقطعها بطريقة بطيئة قرر طعنها، لما عرف ان السكينة اللي كانت معاه ما كانتش حامية كفاية، فمش هيعرف يقطع دراعه الا عن طريق الطعنات. وبسبب كمية الدم اللي خسرها بدأ يدوخ وخلاص ما بقاش قادر يكمل، فقرر انه هيوقف عملية البتر كلها. يوم الأربع بدأ انه يواجه احتمال انه خلاص هيموت، وسجل فيديو بيودع فيه عيلته واصدقائه.
يوم الخميس يعني بعد 5 أيام من وقوعه في المكان ده، وبدأ يفكر في طريقة تانية عشان يخرج دراعه من تحت الصخرة. وساعتها عرف إنه مش لازم يقطع دراعه وعظمه بالسكينة اللي مش حامية، وبدل من الطريقة دي لقى إنه ممكن يكسر عظم دراعه بنفسه عن طريق إنه يتني دراعه بالعكس، وبعد كده يقطع الجلد اللي حوالين العظم، وده بالظبط اللي عمله. It came to me this epiphany that I could break the bones. He would have to snap both of the bones in his arm to make it work. الموضوع أخد ساعة عشان يقدر يكسر عظم دراعه وبعد كده يقطعه، وأخيرا بعد ما قطع دراعه بالكامل بما فيهم الشرايين والأعصاب والأوتار قدر إنه يخرج من القاع. فضل ماشي لحد ما لقيته عيلة وطلبوا الإسعاف وصلوا بعد عملية البتر ب4 ساعات، ولو كانوا اتأخروا أكتر من كده كان زمانه مات بسبب كمية الدم اللي خسرها. بعد واحدة من أصعب التجارب اللي عرفتها البشرية، رالستون دلوقتي متحدث تحفيزي ومهندس، وكتب كمان سيرته الذاتية بعنوان Between a Rock and Hard Place. قصته اتشهرت جدا وكتابه بقى من أكتر الكتب مبيعا، وحتى قصته اتعملت فيلم اسمه 127 ساعة. وبس بكده يكون الفيديو بتاعنا خلص. أتمنى يكون الفيديو عجبك، ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، ودمتم سالمين.